ده السامسونج جالاكسي اي 16، والنهارده بعد اكتر من شهر من الاستخدام دي المراجعه الكامله لواحد من اهم الموبايلات والاكثر مبيعا في الفئات الاقتصاديه في اي مكان انت عايش فيه. فخليني سريعا كده ابدا معاك ببعض العيوب اللي انا واجهتها من خلال استخدامي ليه في المده اللي فاتت دي، وبعد كده اتكلم معاك على المزايا واللي تعتبر كبيره جدا ومتنوعه كمان. اول حاجه هتواجهك لو انت بتفكر تشتري جالاكسي اي 16 في اي مكان انت عايش بيه هو السعر الغالي بتاعه. فمثلا عندنا هنا في مصر الموبايل بيبدا سعره من اول 7500 جنيه وبيوصل لحد 9500 جنيه، واللي بيزود الموضوع سوء كمان ان انت لما هتروح تشتري الموبايل العلبه بتاعته فاضيه، فهتضطر تشتري شاحن لو ما كانش عندك شاحن، بالاضافه لسكرينه وجراب كمان للموبايل. النقطة الثانية وهي نقطة بقى متعلقة بالموبايل بعيد عن نقطة الأسعار دي، وهو مستشعر القرب بتاع المكالمات واللي بيحصل لما بتحط الموبايل على ودانك أثناء المكالمة. السوفت وير هنا بيشغل السنسور ده أو الخاصية ديت، يعني شغالة عن طريق السوفت وير. في معظم الوقت تعتبر شغالة معاك بصراحة، ولكن أحيانا هتعلق وهتزعجك، فالنقطة دي برضو أنت لازم تحطها في اعتبارك. النقطة الثالثة ودي نقطة مهمة ولكن اعتبارها موجودة على أي جهاز من سامسونج سواء في الفئات الاقتصادية أو في الفئات الرائدة، وهي الشبكات، سواء شبكة الاتصال أو شبكة الواي فاي. الشبكات هنا على الموبايل ما تعتبرش أفضل حاجة بصراحة، ولو نقطة الشبكات ديت تحديدا مهمة عندك والمكان اللي أنت عايش فيه بتنزعج فيه من موضوع الشبكات، فالموبايل ده مش هيكون مناسب بالنسبة لك. بس كده دي المشاكل اللي واجهتني بصراحة من خلال استخدامي ليه في المدة اللي فاتت دي. ولكن بقى بعيد عن المشاكل، الموبايل ده فيه مزايا عديدة جدا بتخليه فعلا هو أفضل وأقوى موبايل اقتصادي بالرغم السعر المرتفع بتاعه. فخلينا نبدأ المراجعة هنا أو نتكلم على المزايا بالحاجات الأكثر قوة بالترتيب كده، وهنبتدي أول حاجة بالكلام على الكاميرات. الموبايل هنا جاي بسيستم كاميرات متنوع مش موجود على أي موبايل في الفئة دي، زي مثلا الكاميرا الرئيسية اللي بتيجي عندك هنا 50 ميجا بكسل، بالإضافة كمان لوجود كاميرا الترا وايد وكاميرا ماكرو، وكمان عندك كاميرا سيلفي هنا بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل. ولكن بعيد عن الأرقام بقى يلا نشوف التجربة العملية للصور ديت، واللي من وجهة نظري تعتبر هي الأفضل على الإطلاق في الفئات دي. نتائج الصور اللي أنا خدتها من الجالاكسي اي 16 هنا بالنسبة للكاميرا الرئيسية، فزي ما انت شايف كده الصور جميلة جدا، الصور مليئة بالتفاصيل، الديناميك رينج مظبوط فيها على الشعرة، وتعتبر الكاميرا الرئيسية الموجودة على السامسونج اي 16 هنا من وجهة نظري أفضل كمان من موبايلات بتيجي في فئات سعرية أغلى منه. الحاجة المبهرة فعلا كمان هنا عندك في الكاميرا الرئيسية هو تصوير البورتريه، وزي ما انت شايف هنا العزل فيها ممتاز، وتحديد الأطراف على الأشخاص، وكمان بيشتغل على الأشياء شغال بشكل كويس جدا. والبورتريهات هنا لو انت بتحسن التصوير وبتختار اماكن مميزه للتصوير اوعدك انك هتاخد منها نتائج تعتبر ممتازه جدا، افضل كمان من الموبايلات اللي بتيجي اغلى منه في السعر. ما ننساش كمان ان احنا عندنا كاميرا الترا وايد هنا جايه بدقه 5 ميجا بكسل، صحيح النتائج بتاعتها بتقل شويه عن جوده الكاميرا الرئيسيه، ولكن لازال اوبشن ممتاز جدا ان هو الموبايل الوحيد تقريبا اللي جاي في الفئات الاقتصاديه اللي بيقدم الكاميرا دي. صور حلوه مش بطاله، واوبشن كويس زي ما قلت لك ان هو موجود في كاميرات الموبايل. اما انت بقى لو بتحب التصوير بكاميرا الموبايل الاماميه، فانا جاي اقول لك ان الجالاكسي اي 16 هو الافضل على الاطلاق برضه في الموضوع ده، بالكاميرا هنا اللي جايه بدقه 13 ميجا بكسل. زي ما انت شايف الصور شارب برضه حاده جدا وبتحافظ على التفاصيل، والديناميك رينج فيها مظبوط بنسبه كبيره وشغاله بشكل كويس جدا بصراحه، وانا من وجهه نظري هي افضل كاميرا موجوده في الفئات الاقتصاديه. العزل فيها برضه شغال هنا عن طريق السوفت وير، وفي معظم الاوقات هيطلع معاك نتائج تعتبر ممتازه. وكمان الكاميرا الاماميه هنا فيها خاصيه انك تصور بزاويه واسعه شويه لو انت بتصور اكتر من حد معاك في الكاميرا الاماميه. فاوفر اول الكاميرات على الموبايل هنا عندك التنوع وعندك الكواليتي، فالجالاكسي اي 16 هنا من وجهة نظري هو افضل كاميرات موجودة على الاطلاق في الفئات الاقتصادية. رقم 2 في الحاجات القويه جدا اللي موجوده في الموبايل هنا واللي من وجهه نظري هي والكاميرات اللي لسه متكلمين عليها ديت اللي مخلين سعر الجهاز رافع، وهي الشاشه اللي موجوده على الاي 16. الموبايل هنا من ناحيه الارقام جاي بشاشه عملاقه حجمها 6.7 بوصه من نوعيه سوبر اموليد، وبتردد 90 هرتز وبدقه فول اتش دي بلس، وبدرجه سطوع بتوصل لحد 800 نتس. طبعا دي شاشه سوبر اموليد ومن سامسونج وبدقه فول اتش دي بلس، الارقام دي مش موجوده على الاطلاق في اي موبايل اقتصادي. وانا جاي اقول لك ان الشاشه ديت من اكتر الحاجات القويه جدا اللي لو حصل واشتريته هتعجبك بشكل كبير عليه. خلينا الاول نتكلم على السطوع تحت اشعه الشمس واستخدامها في ضوء النهار، ومع ال 800 نتس اللي موجودين في شاشه الموبايل دي، فاقدر اقول لك انك هتاخد تجربه من مرضيه لجيده على حسب طبيعه استخدامك. المهم يعني ان نقطه السطوع ديت ما ازعجتنيش بصراحه، وكانت استخدامي ليها في الفتره اللي فاتت ديت لما كنت بستخدمها في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس ما كنتش بتضايق منها بصراحه. صحيح هي مش اسطع حاجه يعني موجوده في العالم، ولكن زي ما قلت لك تجربتها هتفي بالغرض بنسبه كبيره.
كبيره. الحاجه المميزه جدا هنا طبعا وهتنفعك بشكل كبير لو انت من الناس اللي بتحب تتفرج على المحتوى الافلام وما الى ذلك، الشاشه هنا 6.7 بوصه وبدقه فول اتش دي بلس وسوبر اموليد، فانت هتاخد معاها اعلى كواليتي في الفئه ديت على الاطلاق لو انت بتحب تتفرج على الافلام. ويمكن العيب الوحيد او التنازل الوحيد اللي موجود في النقطه ديت ان سماعه الموبايل هنا مش بتيجي ستيريو، واللي بالتالي كانت هتحسن تجربه المشاهده معاك بنسبه كبيره. ولكن بعيد عن نقطه الصوت ديت، الشاشه بصراحه تجربتها ممتازه معايا وحاجه من الحاجات الرائعه جدا اللي موجوده على الموبايل هنا. والحاجه الوحيده اللي مضايقاني منها انا بشكل شخصي يعني، وزي ما قلت لك هي ممكن تكون ذوق عندنا يعني، هو شكلها من قدام وشكل النوتش ده واللي يعتبر حاجه قديمه بصراحه، بقالنا فترات طويله جدا بنشوفه في الفئات دي، فيا ريت بصراحه سامسونج ترحمنا من الشكل الشاشه ديت يعني في الاصدارات الجايه. المهم بقى خلينا نتكلم على الحاجه الثالثه، ودي برضو من الحاجات القويه جدا جدا اللي موجوده في الموبايل هنا، وهي تجربه الاداء اللي لو حصل واشتريته هتاخدها منه. ولكن قبل ما اكلمك على المواصفات، نصيحه ما تشتريش النسخه اللي بتيجي ب 4 جيجا رام، وافضل حاجه انك تشتري النسخه اللي بتيجي ب 6 او ب 8 جيجا رام على حسب الفلوس اللي معاك. فالنسخه اللي معايا ديت هي النسخه اللي بتيجي ب 6 جيجا رام وجايه كمان بذاكره داخليه 128 جيجا مع معالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99 6 نانومتر، وده معالج ممتاز. بالاضافه كمان للموبايل هنا جاي باخر واجهه من سامسونج مع اندرويد 14. هيليو جي 99 ده المعالج الاقوى على الاطلاق في الفئات الاقتصاديه، ومفيش اي منافس بيجي في الفئه ديت بيقدم معالج قريب منه، ومع ال 6 جيجا رام والسوفت وير المنضبط جدا جدا اللي بتقدمه سامسونج على الواجهه بتاعتها هنا، فاقدر اقول لك ان الموبايل ده من احسن الموبايلات اللي انت هتشتغل عليها في اداء المهام اليوميه، وانت بتفتح الفيسبوك وانت بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وانت بتعمل الشغل الاعتيادي اليومي اللي انت بتعمله بشكل طبيعي كل يوم. فالموبايل هنا في الشق ده هيقدم معاك تجربه تعتبر ممتازه جدا، وزي ما قلت لك اللي بيساعد في كده هو السوفت وير المنضبط جدا ده، وكمان المعالج ال 6 جيجا رام بالاضافه لل 90 هرتز طبعا بتوع شاشه الموبايل. ففي النهايه الاداء بتاع الموبايل من خلال استخدامي ليه في المده اللي فاتت ديت هو اداء تقدر تقول عليه جيد، ومفيش اي موبايل في المنافسين بتوعه هيقدم لك اداء افضل منه. ونفس الكلام هنا بالنسبه لتجربه الالعاب مع الهيليو جي 99 ده، انت هتلعب كل الالعاب اللي انت عارفها، بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9. وبابجي مثلا هنا هتشتغل معاك لحد 40 فريم، ودي حاجه تعتبر نوعا ما يعني كويسه. صحيح هي مش افضل اداء استثنائي يعني في العالم، ولكن زي ما قلت لك بالمقارنه بسعر الجهاز وعلى اعتبار انه موبايل اقتصادي، فتجربه الالعاب عليه برضو حاجه من الحاجات الجميله جدا عليه. البطاريه بتاعته الموبايل 5000 ملي امبير، وبتدعم شاحن سريع لحد 25 واط، وطبعا المفروض ده ان شاحن سريع يعني عند سامسونج، وللاسف زي ما قلت لك الشاحن مش جاي في الموبايل، ولكن لو حصل واشتريت شاحن 25 واط من الشواحن دي هيشحن لك الموبايل في حدود ساعه وربع، ساعه وثلث، وتعتبر يعني نوعا ما مقبوله سرعه الشحن دي. اداء البطاريه يعتبر من الحاجات المنضبطه جدا عليه برضو. خلال استخدامي ليه في المده اللي فاتت ديت كان دايما استخدام متوسط، تقدر تقول ان الموبايل كان دايما بيكمل معايا اليوم وما اشتكيتش برضو من موضوع البطاريه دي. زي ما قلت لك الجانب العملي انا كلمتك عليه في المكالمات، في الشبكات، في الحاجات اللي بالشكل ده كده، ويمكن حتى كمان الموبايل هنا مش بيجي بسماعات ستيريو، ولكن الصوت اللي طالع من السماعه بتاعه الموبايل الرئيسيه يعتبر جميل بصراحه. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصحك بشرائه ولا لا، او بمعنى اصح انصح مين انه يشتري الموبايل ده. موبايل وقت تصوير الفيديو 7500 جنيه للنسخه الاقل، بيوصل لحد 9500 جنيه للنسخه الاعلى. طبعا ممكن تشوف انت ان الاسعار ديت مبرره على اعتبار انه جاي بسيستم الكاميرات المنوع والاقوى على الاطلاق في الفئه دي، بالاضافه كمان انه بيجي بشاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس، دي حاجه مش موجوده على كل المنافسين، بالاضافه كمان للمعالج القوي جدا اللي بيقدمه واللي برضه مش موجود على المنافسين. ولكن لو انت بقالك فتره طويله ما اشتريتش موبايل من سامسونج، او معاك اصدار قديم من الموبايلات بتاعت سامسونج وحابب تشتري موبايل، فالموبايل ده طبعا هيكون موبايل مثالي بالنسبه لك لو انت طبعا من الفانز بتوع سامسونج. معاك مثلا الاي 15 اوعك تبيعه، لانك هتبيعه بسعر رخيص وهتشتري ده بسعر غالي، والفروقات ما بينهم مش كبيره بصراحه. اما لو انت بقى مش فارق معاك المنافسين او اسم الموبايل، انت عايز تشتري موبايل كويس وخلاص، فانا تقريبا عملت مراجعه لكل الموبايلات اللي نزل في الفئات الاقتصاديه داخل القناه، ممكن تبص عليهم. اما لو انت معاك فلوس الموبايل ده فانا انصحك انك تشتريه بصراحه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. واشوفكم في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.